هو ليه العلاقات المريحة في حياتنا شايفينها خيالية ومش واقعية؟ وليه الناس حوالينا بقت صعبة والتعامل بقى منهك وفيه أذية؟ وهي العلاقات دي رزق وبس ولا فيها سعي؟ كلنا أكيد محتاجين للعلاقات دي في حياتنا، علاقات تعين على الحياة. لكن ربنا مش بيرزقنا باللي نفسنا فيه، بيرزقنا باللي احنا محتاجينه فعلا ومش عارفينه عن نفسنا. احتياج بشكل معين وقدر معين، لكنه مش احتياج لمجرد سد احتياجات دنيوية، هو احتياج نتعرف بيه على ربنا. وفي وجهين مهمين قوي للتعرف: إن ربنا بيرزقك بصور مجسدة لصفاته في صورة بشر تتعرف بيها على معاني الرحمة والطمأنينة والقوة والرزق بشكل ملموس ومباشر، أو يمنع عنك الصور المجسدة المباشرة لصفاته ويرزقك بشعور، الشعور ده هتستغنى بيه عن الصور الملموسة. وهي دي الحكمة من العلاقات ومن كل حاجة في الدنيا، إنها بتعرفنا على ربنا بكل صفاته، ونلجأ للتعرف على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في التطبيق. وهي دي حقيقة العبادة. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، اللي مع الوقت بنفصلها عن الحياة والبشر وبنختزلها في الصلاة والصوم وبس. أصل العبادة هي معرفة الله ورسوله، ومن خلال كل الصور المنع أو العطاء. ربنا قال لنا بوضوح من الابتلاءات نقص الأنفس. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. بشر الصابرين. طب نصبر ازاي؟ مش هتصبر بمجرد انك تبقى مضغوط ومكبوت وموجوع ومنتظر. الصبر مش قهر، الصبر علاج. عشان تفعله محتاج علم وتعرف على الله وآليات تطبيق منهجية الله في المواقف، ومحتاج ذكر مستمر يحصلك ويعوضك. ساعتها هنتعرف على حقيقة الصبر ونشوف البشرة. برضه مش شرط اللي على هوانا، لكن ساعتها هترضينا. رحلة شاقة ومش هينة، بس فيها أسرار وفتوحات وتخلي. وهي دي آليات السعي في العلاقات، لأنها في النهاية رزق زي أي رزق محتاج سعي. لكن النتيجة بأي صورة اوعى تشترطها، لكن من غير السعي ده مش هتوصل لأي حاجة. حتى لو وصلت فهتكون علاقات فيها وجع بأي كيفية، حتى لو بالتعلق المرضي. وفي حاجة أخيرة: مش مطلوب نحلم نغير نواميس الكون ونواميس الخير والشر والبشر ونفوسهم واحنا منهم، لكن مطلوب بس ندخل في بحر المعرفة والحب الإلهي وحب الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي هتلاقي فيه كل اللي بندور عليه. أنوار وفتوحات هتعوضنا عن كل نقص. وكل ما زادت المعرفة قل الألم والاحتياج. ونفتكر حاجة مهمة: إن ربنا هو رب كل البشر بحلوهم ومرهم، وخزائنه لا تنفذ. قال تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. قدر معلوم، القدر المناسب اللي هيوصلنا لله مش للبشر. دمتم بخير.